جراء يا ستات سوريا يا حلوين، مش كفايه حلاوه بقى لحد هنا؟ من يوم ما اتعلمت منكم دبس الفليف لو هريسه الشطه، وهم بقوا طقس اساسي عندي في دخله الشتاء، مشان المونه الشتويه. الطماطم تغلى ولا لونها يبقى مش ولا بد هكه ولا هكه، ندي لخلطه المحشي معلقه ونزهزهه كده اهو. وصفه لحمه ولا فراخ سويت اند ساور وعايزه ب100,000 جنيه صوصات، نديها معلقه فيلعلعوها ويلمعوها كده اهو. وناهيك بقى عن حلاوتها فوق طبق الفول ولا طبق لبنه، حاجه كده غرام غرام بجد. وعشان اعمل دبس الفليفله السوري بتاتشاتي الخاصه، انا بقول اهو عشان ما نتخانقش في الكومنتات، هجيب 2 كيلو فلفل احمر واخليه من البذر بالطريقه دي مش بالسكينه عشان ما هقدرش منه فتفوته. وعشان الشمس اليومين دول مش احسن حاجه، فانا رصيته في بايركس ونشفته في الميكرويف، وينفع طبعا في الفرن او حتى على عين البوتاجاز من فوق. حطيته في الكبه او في الخلاط وهرسته لحد ما تحول لمعجون بالشكل ده. وهنا بقى رفعته على النار لحد ما قصر خالص وما بقاش فيه نقطة مية، عشان ده غير انه بيركز الطعم وبيدعم اللون، بيخليني اقدر احتفظ بالبرطمانات دي حتى بره التلاجة. ضفت معلقة كبيرة من الملح الخشن ومعلقتين كبار من العسل، وتقدري تستبدليهم بالسكر عادي. وعلى طرف المعلقة كده يا دوب ملح ليمون، لانه مادة حافظة حلوة اقوى كتير من الخل. برطماناتك النظيفة المعقمة بقى وعبيلي فيها الجمال ده كله، وعلى الوش هنحط شوية زيت، يستحسن طبعا يكون زيت زيتون. وشوفولي بقى الجمال. قفلت برطماناتي وخدتهم على حلة فيها مية مغلية لمدة ساعتين 3 كده، علشان اعمل معاهم تكة المصنع بتاعة الفتح دي. ولو ان من غيرها برضو هتقدري تحتفظي بيهم، لانهم ما فيهمش مية، كمان الملح وملح الليمون حافظهم كويس قوي. فتقدري تحتفظي بيهم على رف المطبخ عادي جدا من السنة للسنة، لكن مجرد ما فتحتيهم واستخدمتيهم احفظيهم بقى في التلاجة. وبجد بجد يا جماعة طعمها وهمي حتى لو هتغمسيها كده بلقمة لوحدها. ده غير ان تكنيك التصنيع بتاعي ده هيوفر عليكي وقت طويل جدا وهيشجعك، لانه بديل حلو قوي للتنشيف في الشمس. ويلا بينا نعمل هريسة الشطة وبرده بإضافاتي الخاصة. 2 كيلو شطة حمراء هخليهم من البذر واضربهم في الكبة مع راس توم، وانزل بيهم في حلة فاضية ناشفة، وعليهم معلقة ملح خشن كبيرة ومعلقتين سكر، وممكن استبداله بالعسل. وعلى طرف المعلقة كده يا دوب ملح ليمون او عصير 3-4 ليمونات. وبرده هنرفعه على النار لحد ما يقصر. برطماناتنا الناشفة المعقمة برده، ونستخدمها نفس استخدامات دبس الفلفل بس للي بيستعملوا الشطة. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، بيقول أحدهم في وصف عباد الله الطيبين: تستطيع معرفة الطيبين من سيماهم، فلهم وجوه تفيض بالنور، وملامح تشي بالنقاء، وحضور يبعث على الراحة. ثمة طمأنينة تلمسها بالقرب منهم، وصفاء ينبع بين طياتهم، وجمال ينعكس على كل ما حولهم، فتجد روحك منذ أول لقاء تميل لهم. ربنا يجعلنا وإياكم من طيبين الروح والقلب يا رب. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم للمونة الشتوية السورية على طريقة الأم المفرهدة المصرية عجبتكم، تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات من غير خناقات، عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.